برج القوس مش بيهرب، هو بس بيختنق لما يحس إنه محاصر. دايماً تلاقيه في حركة، سفر، خطة جديدة، حلم جديد، ناس جديدة. تحس إنه عايش بحرية كاملة، مش متعلق بحاجة، مش متقيد بحد. بس خلي بالك، مش كل حركة حرية، ساعات الحركة بتبقى هروب. برج القوس بيخاف من الثبات، مش لأنه مش جد ومش لأنه مش عايز يكمل، لكن لأنه خايف يختار. خايف يختار حاجة ويكتشف بعدين إنه كان فيه احتمالات تانية. خايف يلتزم بشخص ويحس إنه فقد مساحته. خايف يقف فيضطر يسمع صوته الداخلي، فبيتحرك، يضحك، يقول إنه عايز يعيش، يقول إنه مش بيحب القيود. لكن السؤال الحقيقي، هو فعلاً حر ولا بيجري من فكرة إن القرب ممكن يوجعه؟ القوس مش سطحي، هو حساس أكتر مما الناس فاكرة، بس الحساسية دي مخيفة بالنسبة له، فبيغطيها بالمغامرة. لو أنت من برج القوس، إمتى آخر مرة وقفت من غير ما تدور على طريق تهرب فيه؟